يا ترى سمعتوا قبل كده عن حد ادعى ان هو اله؟ ايوه، ده حصل فعلا. وعايزكم تتخيلوا ان في واحد في زمن من الازمنه تحدى ربنا نفسه. تخيلوا بقى النهايه بتاعته هتكون عامله ازاي. النهارده معانا قصه النمرود بن كنعان اللي كانت نهايته اغرب مما تتخيلوا. استعدوا وخليكم معايا لان اللي جاي هيشدكوا جدا. النمرود بن كنعان اللي بيقال ان هو كان اول ملك بعد الطوفان العظيم، حكم مملكة بابل اللي كانت من اقوى ممالك العالم وقتها. انتوا عارفين ان هو مش بس كان قوي، ده كان بيحكم بيد من الحديد. وبيقولوا ان الناس كانت بتخاف حتى تقول اسمه. لكن الغريب في القصة دي ان القوة دي ما كانتش كفاية بالنسبة له. وهنا ممكن تسأل نفسك سؤال، ليه واحد زي ده معاه كل السلطة دي هيبقى عاوز ايه تاني؟ الجبروت مش كفاية لبعض الناس. ودلوقتي هنبدأ نشوف الجانب الخطير لشخصية النمرود. النمرود قرر ياخد خطوة أخطر، قرر إنه يدعي إنه إله. أيوة زي ما بقول لكم كده بالظبط، وقال للناس أنا اللي بدي الحياة والموت. تخيلوا. لكن مش هنا بس، استغفر الله، ده تحدى ربنا نفسه. وده اللي خلى النبي إبراهيم يواجهه. تفتكروا بقى النبي إبراهيم رد عليه إزاي؟ الموضوع دخل في مواجهة تاريخية. أنا متأكد من الرد اللي جاي هيخليكوا إزاي تفكروا إن النمرود حط نفسه في موقف خطير جدا. النبي إبراهيم بكل هدوء قال للنمرود أنت بتقول إنك بتحيي وتموت، طب إيه رأيك إنك تطلع الشمس من الغرب بدل ما هي بتطلع من الشرق؟ وهنا النمرود كان مصدوم، لأن عمره ما فكر في حاجة زي دي. إزاي هيرد؟ أصل دي كانت أول لحظة النمرود يحس بيها إنه مش بالقوة اللي هو فاكرها. تفتكروا هيعمل إيه بعد الصدمة دي؟ يعني حد مكانه الجبروت اللي جواه ده هيخليه يسكت؟ لا طبعا، وهنشوف دلوقتي هو عمل ايه. النمرود كان مليان غيظ بعد المواجهة دي، قرر يبني برج بابل، واللي كان شايف من خلاله ان هيوصل للسماء واستغفر الله يحارب ربنا. تخيلوا الغرور، ان فكر يعمل حاجة محدش عملها قبل كده، ان يحارب اللي خلق الكون. والبرج ده اشتغل عليه سنين طويلة. وهنا لازم اسألكم، تفتكروا بجد ان كان هيوصل؟ يعني انت بتبني برج فاكر انك ممكن توصل لربنا؟ الغرور ساعات بيخلي الواحد يفكر في حاجات غريبة جدا، وده اللي حصل مع النمرود. في النهاية كان العقاب جاي للنمرود. ربنا بس مش خلى البرج يتهدم، ده ارسل له جيش غريب، جيش من البعوض. ايوه، بعوضة واحدة دخلت في دماغه، وقعدت البعوضة دي تلدغه لسنين طويلة. النمرود من شدة الألم كان بيخبط راسه في الحيط، وكان بيخلي الخدم يضربوه بالشبشب لحد ما مات. شفتوا ذله اكتر من كده؟ تخيلوا الملك اللي حكم العالم كله يموت بسبب بعوضة صغيرة. ممكن يكون دي اغرب نهاية سمعتوها، مش كده؟ لكن هي دي العبرة. مهما كنت قوي او عندك سلطة، في حاجة بسيطة ممكن تكسرك. اللي حصل مع النمرود درس مهم جدا. مهما كنت شايف نفسك كبير وقوي، دايما في اللي اكبر منك واقوى منك. نهاية النمرود كانت بسبب غروره وتحدي ربنا، ودي النهاية اللي كان يستحقها. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، وكمان اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة شدتكم في القصة. انا عن نفسي مش هنسى ابدا حكاية البعوضة اللي قضت على النمرود.